سلام، وصفة اليوم لحم بالخرشف مرقة بيضاء. الله الله عليها. أنا في اللمسات الأخيرة مع المعدنوس نشبح فيها بالمعدنوس، وتجي بنينة ونفخفخها ونجوزو في تحضير الوصفة. نبداو. عندي كيلو خرشف، نشدو نوري للمبتدئين اللي ما يعرفوش ينقوه. نقيه ونحكوه بالقارص باش ما يكحليش. من الأحسن استعملوا قفازات باش ما يكحلوش اليدين. أنا بديت نقي فيه. بالنسبة للمبتدئات شوفوا كيفاش هاو يتنقى. نقوه نحيلو قاع دوك الخيوط تاوعو من الداخل ومن برا، ونحكوه بالقرص. نحطوه في الماء تاني ما نعصرلو عصرة قارص. سورتو لا خيرتو الخرشف هذاك طري يجي بنين، ما يعيكم في الطياب ما ولا. تنقوه تشلوه تنقوه تحكوه بالقارص ومباشرة طيبوه. إلا كان عندكم قاسي شدوه غلوه بجهة ومن بعديك صفوه باش نطيبوه. إلا كان عاصي شوية، بصح إلا كان طري صدقوني ديراكتومون نقوه وتحكوا له القارص وحطوه ديراكتومون في يطيب. أكلة شتوية عاصمية معروفة يديروها جدودنا وآبائنا وأمهاتنا، يحبوها ناس زمان. يقول لك جديد حبه والقديم ما تفرط فيه. هاكا نحكوه بالقارص. شوية طولت عليكم الفيديو باش يشوفوا المبتدئات كيفاش يتنقى الخرشف. جواز يجيب بنين. صدقوني بنين بزاف، يحبوه ولادي بزاف. هو يشد اليد في التنقية بصح عنده نكهة تاعو، عنده البنة تاعو. من جهة نجيب الكوكوطة ديالي، نجيب الكوكوطة تاعي ندير فيها من غير فسمن. بعد ما يذوب هذاك السمن نحط البصل واللحم تاعي. كانوا عندي طريفات بقري درتو، لا عندكم الغلمي ديروا الغلمي كيما حبيتو. ومن احسن يجي طبق باللحم بقري ولا غلمي. نقص الفرن ونخليه يتقلع مليح. نزيد له زوج غارف صغار ملح ولا مغرفة كبيرة. ندير فلفل كحل وزيدو زوج مغارف زيت. سمحوا لي راني مغلوقة شوية مريضة. نخليه يتقلع مليح. بعد ما يتقلع لي هكذا اللحم تاعي بعد ما يتقلع لي مليح نضيف له الماء الدافي، الماء السخون اللي عندها بولوار تكون داروت ويسخن من قبل، واللي عندها كاسرونه ما عندهاش دير الماء السخون في كاسرونه وتمرق حتى يتغطى لك شويه هذاك اللحم. ونعاودو نرجعوه للفرن ونزيدو له الحميصه، عفوا على البخار. نحطوه نضيفو له الحميصه ونغلقو على الكوكوطه ديالي مده نصف ساعه
ونعاود نقولوا لكم من جهة راني نقيت الخرشف وشللته مليح وحكيته بالقارص. بعد ما يطيب لي اللحم يكون خاصه شوية يكمل طياب، انا راح نعمل الخرشف في اللاصوص، كون ناقص غير شوية طياب اللحم، كون خاصك طاب كامل. نضيف هذاك الخرشف ونعاود نغلق على الكوكوطة تاعي حتى يطيب مليح، يكمل طياب اللحم مع الخرشف. هاوليك طاب الخرشف تاعي، دوك نعقدو بحبيبة بيض، نص حبة نص حبة قارص تكون عصرتها، وشوية معدنوس. هاو طاب زبدة كل لحم كل خرشف، والريحة تاعو راهي تفخفخ. من جهة عندي حبة بيض نضربها مع عصرة قارص وشوية معدنوس ونعقد به طاجين تاعي. واللمسة الأخيرة نضيفوا له شوية معدنوس، والطبق تاعي راهو جاهز للتقديم. نجوزو صح التقديم. هاوليك الطبق تاعي يشهي الله الله عليه بنين. ونتلاقى، نخليكم تتمتعوا بالصورة، ونتلاقى في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام، ما تنسوش تابونيو عندي، تخلوا لي كومنتار.